المنتخب العراقي الأكيد أن سقف الطموح زاد، الأكيد أن وضع كرة القدم العراقية تحسن، الكثير من اللاعبين يلعبون خارج الدوري، الكثير من اللاعبين عادوا للعب في الدوري، الكثير من الأموال تضخ في كرة القدم العراقية، منشآت تتحسن، ثم جاء أهم شيء وهو التأهل إلى كأس العالم. نعم صحيح، يعني تطور كبير بالبنية التحتية بالدوري العراقي، وأيضا الأموال ضخت بالدوري، وأيضا محترفين على مستوى عالي، حتى اللاعبين المحليين على مستوى عالي. أنا متابع الدوري السعودي العراقي، دوري قوي، دوري جماهيري. الحق العالمي استطاع أن يتأهل بمباراة كانت قوية ومضغوطة ومشحونة. فيعني أنا توقعاتي أنه راح يكون حاضر المنتخب العراقي بقوة بكأس آسيا. احنا شاهدنا المنتخب العراقي في كأس آسيا في قطر ظهر بنتائج ممتازة. أتذكر المباراة الملحمية بين قوسين مع المنتخب الأردني، حقق نتائج مذهلة، قدم مباريات كبيرة أمام منتخبات كبيرة، اليابان، كثير من مباريات ممتازة قدمها في النسخة الماضية. أعتقد التطور الحاصل في المنتخب العراقي يأتي أولا في تواجد عدنان درجال ويونس محمود، لاعبين سابقين عندهم تاريخ ناجح مع المنتخبات العراقية على رأس الهرم الكروي في العراق، وأيضا وجود عدد كبير من اللاعبين متواجد في الخارج ومشاركاتهم باستمرار، وتحسين البنية التحتية في العراق أهم ما يحتاجه اللاعب العراقي. المنتخب العراقي منتخب قوي، الشعب العراقي شعب محب للكرة، تطور مستمر أعتقد في الكرة العراقية. الاختيارات أعتقد على المستوى التدريبي وصولا لجراهام كانت إيجابية جدا بالنسبة للمنتخب العراقي. أيضا عملية الإحلال والتجديد أعتقد أخذت الطريق الصحيح في المنتخب العراقي، أصبحنا نشاهد أسماء جيدة جدا وأسماء شابة تأتي من أوروبا، تأتي من كل مكان للمنتخب العراقي. أعتقد منتخب ربما في وجهة نظري المنافسة على النسخة القادمة في كأس آسيا راح تكون صعبة، لكن على مدار 10 سنوات أعتقد المنتخب العراقي راح يكون له شأن في آسيا.